Bonjour les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في nouvelle فيديو في لاشين يوتيوب بي ام بيولوجي. كنا بدينا في لوموجينيز اللي هي تشكل البويضات، درنا فيها ديفينيسيون، درنا لاباغاي جينيتال فيمينا، درنا ليطاب د لوفوجينيز كيف حترجع لنا اوفوسيت 2 بلوكي ان ميتافاز 2، درناهم بالتفصيل ودرنا وراها لا فوليكولوجينيز اللي هي تطور الجريبات. قلنا بلي راح تصرا في لا زون كورتيكال من جريبات بدائيه اللي هما لي فوليكول دو بريمورديو حتى يولي عندنا جريب متطور ولا جريب ما قبل التبويض، فوليكول بري لوفيلاسيون ولا فوليكول مور ولا فوليكول دو غراف، هو اللي راح يصالو اكلاتمون ويحرر لنا لوفوسيت. اخر حاجه درناها هي لوفيلاسيون، عمليه الاباضه. درتها لكم بالكتيبه ودرت لكم فيديو اون 3 دي هكا باش تثبتوا المعلومات تاع هاد العمليه. قلنا بلي راح تصرا عن طريق تمزق في جدار المبيض وجدار لو فوليكول دو غراف. راح تصنع لا ليبيراسيون تاع لوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2 بيان سور. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نديرو لو سيكل اوفاريان اللي هي الدوره المبيضيه. الدوره المبيضيه فيها دو فاز ولا دو زيتاب. لا فاز فوليكولير سميناها هكا نسبه لي فوليكول، يعني في هذه المرحله راح يصير لنا تطور الجريبات، ولا في هذه المده راح يصير لنا تطور الجريبات. سي بوغ سا قلنا عليها لا فاز فوليكولير. لا فاز الثانية هي لا فاز لوتيال، يعني المرحلة الصفراوية، سميناها هكا نسبة إلى لو كوربجون اللي هو الجسم الأصفر. يعني في المرحلة هذه راح يتم تشكيل الجسم الأصفر. هاد المرحلتين في زوج راح تفصل بيناتهم عملية الإباضة اللي هي لوفيلاسيون، ومع الخرطول في آخر الدورة راح يكونوا عندنا لي غاغل. وراح نكملوا مع لو سيكل اونفاريان، راح نديروا لا فورماسيون دو كوربجون، يعني كيفاش راح يتشكل لنا جسم اصفر، وراح نشوفوا الدور تاعو اون ديتاي. بسم الله. هنا قبل ما ندخلوا في لي ديتاي تاع لا فورماسيون دو كوربجون اللي هو تشكل الجسم الاصفر ولو سيكل اونفاريان، لازم نعرفوا كيفاش حصلنا لا ماتوراسيون تاع لوفوسيت، يعني نضوج البويضه. عندنا قبل لوفيلاسيون لازم يصرالها نضوج. هذا النضوج فيه دو فاز. لا فاز الاولى ولا ليطاب الاولى عندنا لا ماتوراسيون نوكليير، يعني النضوج النووي. راح نشوفوا النواه تاع لوفوسيت كيفاش رايحه تنضج لنا. لا بروميير ديفيزيون ميوتيك بلوكي جوسكا لا اون بروفاز سو تيرمين 5 à 7 ولا 6 heures avant l'ovulation. قالك هنا لا بروميير ديفيزيون ميوتيك راهي مازالت مبلوكيه في البروفاز 1. الوغ واش راح يصيرلها؟ رايحه تكمل هاد لا ديفيزيون الاولى قبل 6 ولا 5 ساعات قبل الإباضة رايحة تكمل هاد لا بروميير ديفيزيون ميوتيك. كي تكملها قالك elle produit le premier globule polaire qui reste sur la zone pellucide et un ovocyte secondaire ovocyte 2. كي تكمل هاد العمليه، كي تكمل لا بروميير ديفيزيون ميوتيك اللي هي لا ديفيزيون ريدكسيونيل، رايحه تبعث لنا القطبيه الاولى لا بروميير غلوبيل بولار. هاد القطبيه الاولى راح تروح لا زون بيلوسود وتحبس لتما، راح تستقر في لا زون بيلوسود. كي تصنع لا فيكونداسيون رايحه يصالها اضمحلال. مع تعطينا لا بروميير غلوبيل بولار راح تروح لا زون بيلوسيد، راح تستقر ثما. من بعد كي تصنع لا فيكونداسيون ولا مع مرور الوقت راح تضمحل مع ان اوفوسيت سكوندير، راح تعطينا اوفوسيت 2. نعاودو قلنا حصلنا لا ماتوراسيون نوكليير اللي هو النضج النووي. كيفاش حيصرى لنا؟ عندنا لوفوسيت راح تكمل لا ديفيزيون تاعها اللي كانت بلوكيه في البروفاز 1 قبل 5 ولا 6 ساعات قبل الاوفيلاسيون، قبل الاباضه راح تكمل هاد لا ديفيزيون. كي تكملها راح تبعثنا القطبيه الاولى ولا الجسم القطبي الاول اللي هو لا بروميير غلوبيل بولار، راح تروح تستقر في لا زون بيلوسيد اللي تكون وراء لوفوسيت ديريكتومون، يعني تجي لوفوسيت ومن بعد لا زون بيلوسيد. قلنا باللي لا زون بيلوسيد راح تخرج معاها لا زون بيلوسيد والكورونا رادياتا رايحين يخرجوا مع لوفوسيت بيسك تحتاجهم من بعد في لا فيكونداسيون. فوالا مع تعطينا قلنا ان غلوبيل بولار وتعطينا ان اوفوسيت سكوندير يعني اوفوسيت 2. ومن بعد راح تصلنا لا ماتوراسيون سيتوبلازميك، يعني النضج السيتوبلازميك. كيفاش راح يصلنا؟ عندنا لي غراني كورتيكون فورميدون لو سيتوبلازم ميغرون سو لا ممبران بلازميك. قالك هنا عندنا
حبيبات قشريه نقول لهم لا غراني كورتيكو. هاد لي غراني كورتيكو رايحين يتشكلوا لنا في السيتوبلازم تاع لوفوسيت. هنا قبل الاباضه بساعات قليله رايحين يهاجروا لا ممبران، راح يكونوا تحت لا ممبران، شتو لا ممبران بلازميك تاع لوفوسيت تحتو ديراكتومون راح نلقاو لي غراني كورتيكو. نعاود قلنا عندنا حبيبات قشريه رايحه تتشكلنا في لوفوسيت، حتشكلنا داخل السيتوبلازم تاع لوفوسيت. قبل الاباضه بساعات قليله رايحين يروحوا يهاجروا ويستقروا تحت لا ممبران بلازميك تاع لوفوسيت. يعني لا ممبران بلازميك تاعها تاع لوفوسيت تحتو ديراكتومون راح نلقاو لي غراني كورتيكو. من بعد كي نديرو لو كور تاع لا فيكونداسيون راح نشوفو الدور تاع هاد لي غراني كورتيكو، عندهم دور كبير في لا فيكونداسيون. من بعد نشوفو دركا نتوما هزو باللي لا ماتوراسيون سيتوبلازميك لي غراني كورتيكو رايحين يهاجروا من السيتوبلازم حتى الى تحت غشاء الغشاء السيتوبلازمي تاع لوفوسيت. ومعها ثانيا واش راح يصلنا لوفوسيت 2 انتامي سا دوزيام ديفيزيون ميوتيك مي il se blanque en métaphase 2. رايحه تدخل لنا في لا دوزيام ديفيزيون ميوتيك اللي هي لا ديفيزيون ايكواسيونيل بيان سور، ولا لا ديفيزيون ريدكسيونيل بيان سور. راح تجينا لا ديفيزيون ايكواسيونيل وين رايحه تدخل في الانقسام الاختزالي الثاني، راح عندنا البروفاز 2 والميتافاز 2 وتحبس، حتبلوكا تعاود تبلوكا مره اخرى. قلنا من قبل باللي النهايه تاع هذا الانقسام راح تكون على اساس غياب الالقاح ولا وجوده. اذا كان كاين في كونداسيون راح تكمل هذه العمليه هذا الانقسام وراح تبعثنا القطبيه الثانيه اللي راح تروح القطبيه الاولى ويستقروا في لا زون بلو سود. واذا ما صراتش راح تموت اللوفوسيت بدون اكمال هذا الانقسام. دوكا نروحو نشوفو لانفورماسيون دو كورب جون، راح نشوفو تشكل الجسم الاصفر وواش هو الدور نتاعو. Le follicule disant vidé de sang ovocyte se transforme en un corps jaune. Le follicule de 2 graphes ou le follicule mûr ou le follicule pré-ovulation هو اللي راح يصرى قلنا إكلاطمون ويحرر لنا نوفوسيت. كي يحرر لنا نوفوسيت راح يبقى بدون بويضة، سما البويضة اللي كانت داخلو السيموس ما راح تلو. واش راح يصرالو هو اللي راح يتحول لنا الجسم الاصفر. دوك نشوفو كيفاش راح يتحول لنا. لا سيرفاس دو فوليكول سو بليز، السطح هذا الفوليكول راح تولي مجعده، راح يديروا فيها تجاعيد. سو بليز يعني مجعده. Où le liquide folliculaire est remplacé par un coagulum central fibreux. عندنا لا كافيتي هذيك اللي كانت في الفوليكول فيها قلنا لو ليكيد فوليكولار، هذاك لو ليكيد فوليكولار راح يولي ماده، راح يتغمبلاصا بماده متخثره، ماده ليفيه متخثره نقولوا لها كواغلوم سنترال فيبرونو، يعني متخثر ولا مخثر ليفي مركزي. فيبرونو معناتها ليفي، سنترال معناتها مركزي. نحاول نقول على سيرفاس تاع الفوليكول راح تولي مجعده، هذه اول حاجه. ثاني حاجه لو ليكيد فوليكولار راح يترومبلاصا بان كواغلوم سنترال فيبرونو، يعني ماده ليفيه متخثره نقولوا لها سائل، نقولها متخثر ليفي مركزي. ثالث حاجه عندنا لاتيك اكسترن فاسكولاريزي سيباسيت لا ممبران دو بروتيكسيون. لاتيك اكسترن راح تولي سميكه، راح تكتسب سماكه، وبطبيعه الحال قلنا من قبل بلي الدور تاعها هو لا بروتيكسيون ودير لنا ان ممبران. كي تكتسب سماكه راح ترجع ممبران، راح ترجع غشاء واقي، ممبران دو بروتيكسيون. ومن بعد les cellules du latex interne s'hypertrophient et migrent vers le centre par des interruptions de la membrane de Slavjonski. عندنا latex externe قلنا ترجع سميكة وترجع غشاء واقي ولا غشاء للحماية. les cellules de latex interne يعني اللي وراها اسمها تجي latex externe وتحتها راح تجينا latex interne. واش راح دير؟ راح تضخم الخلايا هذوك، راح يزيد الحجم تاعها. سيبرتروفيا معناتها راح يصرى لها تضخم. كي يصرى لها التضخم راح تهاجر الى الوسط، الى وسط الفوليكول عن طريق تمزق لا ممبران دو سلافجونسكي. عندنا لا ممبران دو سلافجونسكي كي يتمزق لنا هاد لي سيلول دو لاتيك انترن اللي صار لهم التضخم راح يروحوا لو سونتر تاع لو فوليكول، راح يهاجروا الى مركز الجريب.
les cellules de la granulosa s'hypertrophient également. même les cellules du granulosa même هما راح يصير لهم تضخم، ومن بعد كي يصير لهم تضخم راحين يتفتتوا. قالك اي سو vacuolisant راحين يتفتتوا. كي يتفتتوا راح يوليو شارجي بدي ليبيد. لي ليبيد هادوك اللون تاعهم اصفر. لي ليبيد معناتها الدهون يوليو شارجي بدهون، بدهون اللون تاعها اصفر ويشكلونا لو بيغمون جون. لو بيغمون جون نقولوا لا لوتين. لا لوتين هو اللي يعطينا اللون الاصفر للجسم الاصفر. سي بور سا قلنا عليها المرحله الصفراويه ولا لا فاز لوتيال نسبه لا لوتين. فوالا دركا نشوفوا المصير تاع لو كورب جون. لو كورب جون في لابسونس تاع لا فيكونداسيون وفي لا بريزونس تاع لا فيكونداسيون. لو كورب جون بروجستاتيف ولا نقدروا نعيطوا له لو كورب جون سيكليك. نقولوا له كورب جون بروجستاتيف معناتها سابق للحمل، ولا نقدروا نقولوا له لو كورب جون سيكليك سو ديفلوبي بوندون لا فاز لوتيال. راح يتطور في المرحله الصفراويه من لو سيكل اونفريان من الدوره المبيضيه. فيها المرحله الثانيه لو سيكل لو فاز لوتيال باردون ولا المرحله الصفراويه. راح يتطور خلال 10 أيام. 10 أيام هو يتطور. يعني المرحلة هذه المدة تاعها 10 أيام. Ce corps jaune commence par cesser de sécréter de la progestérone puis il se désintègre. هاد لو كورب جون راح يحبس إفراز البروجستيرون وراح يتفتت. بلو il se désintègre. ومن بعد راح يموت في ايام قليله. يعني راح يضمحل مش راح يموت، راح يصير اضمحلال في ايام قليله. اون كالكو جور il dégénère en quelques jours. نعاودو قلنا لو كورب جون بروجستاتيف ولا لو كورب جون سيكليك راح يتطور في لافاز ليتويال في المرحله الصفراويه. المده تاع هذا التطور هو 10 ايام. هاد لو كورب جون كيما تصلناش في كونداسيون راح يحبس افراز البروجستيرون ومن بعد راح يتفتت. il se désintègre يعني راح يتفتت وراح يضمحل في عده ايام قليله. درك نروحو نشوفو اون بريزونس دو فيكونداسيون يعني في وجود الالقاح. لو كورب جون جاستاتيف و كورب جون دو غروسيس. هنايا قبل كي كانت عندنا لابسونس تاع لا فيكونداسيون كنا نقولوا له كورب جون بروجاستاتيف يعني سابق للحمل ولا قبل الحمل. هنايا كي تكون عندنا فيكونداسيون يولي كورب جون جاستاتيف يعني جسم اصفر في الحمل ولا عند الحمل، ولا كورب جون دو غروسيس معناتها الحمل. Il persiste pendant le premier trimestre de la grossesse 3 mois. راح يستمر التواجد تاعو خلال 3 أشهر الأولى من الحمل maintenu par l'hormone HCG. شكون راح يحافظ على تواجده تواجد الجسم الأصفر في الأشهر الثلاثة من الحمل؟ هو هرمون. هذا الهرمون راح يفرزه الجنين اسمه HCG. هو الاختصار تاع gonadotrophin chorionique humaine HCG. Il assure une production massive du progestérone. راح يحافظ لنا على إنتاج ولا يضمن لنا إنتاج هائل من هرمون البروجستيرون اللي يكون ضروري للحفاظ على الحمل. هو اللي راح يحافظ لنا على الحمل. قال لك nécessaire au maintien de la grossesse يعني ضروري خلال الحمل ولا للحفاظ على الحمل. درك نروحو لو سيكل اونفاريان يعني دورة المبيض ولا الدورة المبيضية. La production du gamète est cyclique. Un cycle ovarien dure en moyenne 28 jours avec émission d'un seul ovocyte. هنا قالك باللي إنتاج الأمشاج راح يكون بصفة دورية يعني سيكليك. كل دورة راح يكون فيها 28 يوم مع إطلاق ان اوفوسيت واحدة يعني ان سول اوفوسيت. قلنا لا برودكسيون تاع الجامات راح تكون بصفة دورية. حتكون عندنا عدة دورات، كل دورة راح يكون فيها 28 يوم. في 28 يوم راح يكون عندنا ان اوفوسيت واحدة جاهزة للإخصاب avec émission un seul ovocyte. Le cycle est divisé en deux phases, la phase folliculaire et phase lutéale séparée par l'ovulation. Le cycle ovarien فيها deux phases كما قلنا من قبل. فيها la phase folliculaire نسبة إلى في هذه المرحلة راح يتم تطور الجريبات
لا فاز لوتيال راح يتم فيها تشكل الجسم الأصفر، على هذه قلنا لها لا فاز لوتيال ولا المرحلة الصفراوية. هاد لي دو فاز راح يكون حتكون بيناتهم لوفيلاسيون اللي حتصلنا في اليوم الرابع عشر من الدورة. L'ensemble des modifications physiologiques qui se produit de façon cyclique dans l'ovaire. كل التعديلات الفيزيولوجية اللي راح تصرى داخل لوفير راح تكون بصفة دورية كما قلنا من قبل، ولا بصفة دورية كل دورة يكون فيها 28 يوم. Un seul follicule cavitaire évolue en un follicule de 2 Graves. هنا راح قالك بلي في كل دورة راح يتطور عندنا جريب واحد فقط، من جريب بدائي إلى جريب متطور ولا فوليكول ميغ ولا فوليكول دو غراف. يعني في كل دورة كما راح يكون عندنا فرد اوفوسيت بيان سور راح يكون عندنا فرد فوليكول كافيتير اللي راح يتطور من جريب بدائي إلى جريب متطور ولا فوليكول دو غراف. لا فاز الاولى من لي سيكل اوفاريان نقولوا لها لا فاز بري اوفيلاسيون، يعني مرحله ما قبل التبويض، ولا لا فاز فوليكولار كوريسبوندون على كرواسونس دي فوليكول. علاش سميناها فاز فوليكولار؟ باسكو في المرحله هذه راح يتم تطور الجريبات تقريبا من اليوم الاول حتى اليوم الرابع عشر من الدوره. هذه المرحله هذه المده تاعها من اليوم الأول حتى اليوم الرابع عشر من الدورة. راح يتم تطور الجريبات من جريبات بدائية فوليكول بريمورديال إلى فوليكول ميغ. بطبيعة الحال موش حيكون عندنا فرد فوليكول راهو يتطور، رايحين يدخلوا مجموعة من الجريبات في كل دورة، عدد معين من الجريبات في كل دورة، لكن راح يكون عندنا فرد فوليكول مؤهل باش يولي فوليكول دو غراف، ما يصلحش يروحوا كامل. سي بور سا عندنا فرد فوليكول يتطور في كل دورة وفرد اوفوسيت تخرج لنا في كل دورة. قالك ان فوليكول كافيتار كاليفيو دو دومين، يعني هو المؤهل يوصلوا كامل نورمالمون الفوليكول كافيتار، ويكون كاين فيهم فرد واحد مؤهل باش يديفلوبا ويولي فوليكول دو غراف. كاليفيو دو دومين يعني حيكون مؤهل للعملية se développer de façon rapide، راح يتطور بسرعة et achieve sa croissance ويولي فوليكول ميغ أو فوليكول دو غراف. لي أوتر فوليكول ديجينيرون، يعني باقي الجريبات اللي متأهلوش باش يرجعوا لنا فوليكول دو غراف راح يضمحل، راح يصير لهم اضمحلال. لا فاز الثانية هي لا فاز بوست اوفيلاتوار، يعني مرحلة ما بعد التبويض، ولا لا فاز ليتويال هي المرحلة الصفراوية، وهضرنا من قبل على سميناها بهذا الاسم لا فاز ليتويال. ساتوند دو 14 و 28 جور، يعني هذه المرحلة راح تكون من اليوم الرابع عشر للدورة إلى اليوم 28 من الدورة اللي هو آخر يوم في الدورة، وماكسيموم كاين اللي يكون عندها 30 جور في كل دورة. الحظر اللي عندنا جينيرالمون باللي هاد لا فاز راح تكون من اليوم الرابع عشر حتى اليوم 28 من الدورة. واش راح يصرى فيها؟ قلنا الفوليكول اللي صار له اكلاتمون وحلنا لوفوستيت راح يترانسفورما اون كوربجون، راح يرجع لنا جسم اصفر. هذا الجسم الاصفر كما تكونش كاينه فيكونداسيون راح ينقص تدريجيا، ولا راح يضمحل تدريجيا وينقص مع افراز البروجستيرون كما تكونش عندنا فيكونداسيون. قال كي ريغريسي اون فا دو سيكل، يعني في اخر الدوره راح يضمحل ولا راح يضمحل تدريجيا كما تكونش كاينه عندنا فيكونداسيون. كي تكون عندنا فيكونداسيون هضرناها من قبل باللي راح يكمل يستمر وجوده خلال 3 اشهر الاولى من الحمل، وراح يحافظ عليه هرمون HCG اللي راح يفرزو الجنين، وهو راح يفرز لنا هرمون البروجستيرون اللي راح يحافظ لنا على لا غروسيس اللي هو الحمل. فوالا هنا عندنا ان دياغرام ولا ان شيما دير لنا لو سيكل اوفاريان. شوفوا هنايا عندنا من اليوم الاول الى اليوم السادس عندنا راح تكون عندنا لو سيكل مونسترويال اللي هي لو سيكل اوتيرال، الدوره الرحميه ولا الدوره دوره بطانه الرحم. هنا راح يكونوا عندنا لي غاغل من اليوم الاول الى اليوم السادس من الدوره. في نفس الوقت راح يبداو لي فوليكول يتطوروا. شوفوا هنايا من الفوليكول بريمورديال، ها هو فوليكول بريمورديال، فوليكول بريمير، سكوندير، كافيتير، وها هو الفوليكول دو غراف اللي راح يكون فيه جميع العناصر لاتيك انترن، ليكسترن، لا غرانيلوزا،
اكسيتيرا هضرناهم من قبل. هذه نقولوا لها لا فاز فوليكولار اللي راح تكون من اليوم الأول إلى اليوم الرابع عشر من الدورة. شوفوا هنا في اليوم الرابع عشر اللي هو يوم الإباضة لا فاز أوفيلاتوار كما راكم تشوفوا. هنا راح تصنع عملية الإباضة. شوفوا لوفوسيت راح تخرج ويبقى لنا الفوليكول فارغ. من اليوم الرابع حتى اليوم الرابع عشر حتى اليوم 28 اللي هو آخر يوم من الدورة راح تكون عندنا لافاز ليتويال اللي راح يتشكل فيها الجسم الأصفر. هدرنا من قبل كيفاش راح يتشكل. وشوفوا هنا في آخر الدورة راح يصرالو إضمحلال وراح كما تكونش عندنا في كونداس راح يصرالو إضمحلال تدريجيا. هنا قلت لكم من قبل كيفاش راح يبدا يتشكل لنا لو كورب جون. قلت لكم راح يرجع كاين تجاعيد في لا سيرفاس تاع الفوليكول دو غراف رايحه ترجع لنا لا سيرفاس نتاعو. وهذه شيما واحده اخرى. ها هو لوبير عندنا هاي لا فاز فوليكولار. شوفوا الفوليكول كيفاه راهم يديفلوباو وهنا راهم يتطوروا. اليوم الرابع عشر من الدوره حصلنا لوفيلاسيون بعد تشكل الجسم الاصفر. ومع الاخر في اخر الدوره ولا نهايه الدوره كيما تكونش كاينه في كونداسيون راح يضمحل. هاي كورب جون ديجينيري يعني مضمحل. هذه شيما ما تكون واضحه مليح. شوفوا هنايا هاي لا فاز فوليكولار وين راح يتطور وين راح يتطوروا الجريبات. هاي لوفيلاسيون وهنا لا فاز ليتويال راح يتشكل جسم اصفر في اخر الدوره راح يضمحل كما راكم تشوفوا. ومع الاخر راح يكونوا عندنا لي غاغل. فوالا ما تنساوش تابونيو في الانستغرام يا بعد نفس الاسم بان بيولوجي باش يوصلكم اي جديد واي جديد نحطوه راح نحطوه في ستوري وان شاء الله تستفادوا. فوالا سي لا فا. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع فوز امي باش لي زيتيديون كامل يستفادوا. ما تنساوش تابونيو وتلايكيو وتفعلوا رمز الجرس باش يوصلكم اي جديد في القناه. نسيت نقول لكم اللي بغى البي دي اف تاع اللي راني نخدم به يكومونتي لي نبعثولو في الجروب تيليجرام ولا ندخلو في الجروب تيليجرام راح يلقى توت لي بي دي اف اللي نخدم بهم. au revoir et bon courage.